تمشي. زي النهارده مثلا كده، انت كسبان 3 يا كولر، انت المفروض تعمل النهارده تاريخ. 3 حتى الراجل الاوسوريو بينزل 4 بيدافع عشان ما يخشش فيه جوان تاني، انت فينك؟ ما هنا بقى الكلام اللي انا بقوله ايه، ان مش اي حد يقف على الخط يبقى مدير فني. لازم تكون مشغل دماغك. انت لو ضغطت اول 2 3 في الشوط الثاني هتجيب الرابع والخامس وهتخلي، لان هم اصلا لعيبه الزمالك نازله مسلمه. قبل ما نخش في التحليل والكلام ده، طبعا عايز اعزي مروان عطيه طبعا، واقول له البقاء لله في والدك، وربنا يصبرك، وان شاء الله تكون اخر الاحزان، وده كعب وداير يعني كله هيمشي. ربنا طبعا يعني يرحم والد النجم الكابتن مروان عطيه لاعب النادي الاهلي، وان شاء الله يصبر اهله، وباذن الله كمان يكون في طبعا اعلى عليين باذن الله والد الكابتن والنجم مروان عطيه. فانا عايز برضو اكمل على الحته بتاعت النادي الاهلي وكولر دي. انت داخل الماتش بتاع الاهلي والزمالك وانت كسبان في كل حاجه، حتى كمان موضوع امام عاشور انت كسبان، لان ده اداك ثقه غير عاديه لجماهيرك اللي النهارده داخله وعارفه ان هي هتكسب.